يوم 1/12/2023 طلع لنا الكابتن ابراهيم سعيد وقال لك فتوح خلاص جه النادي الاهلي، وقال كمان مده التعاقد، وقال كمان هياخد كام. يعني كان الناس ينزل بالصوره بتاعته كده وبتشيرت النادي الاهلي وبالرقم بتاعه. طبعا امبارح اداره نادي الزمالك جددت لفتوح بمنتهى السهوله وبراتب او بفلوس اقل بكتير من اللي كان فتوح طالبها. لكن الحقيقه ان كابتن ابراهيم سعيد بقى معضله. الحلقه دي بعنوان معضله ابراهيم سعيد حرفيا. ليه؟ كابتن ابراهيم سعيد كان لاعب طبعا جامد جدا، ولاعب فلته، راجل لعب في اهلي وزمالك واسماعيلي ولاعب فلته واحترف وبتاع، يعني لعيب حرفيا بمواصفات عالميه. لكن كابتن ابراهيم سعيد كان بقاله فتره ما بيشتغلش في الاعلام، قعد فتره مثلا يطلع له في السنه مره ولا حاجه مثلا، يعني في برامج كمان مغموره. ابتدى ابراهيم سعيد يتعرف ويبقى له برنامج ويظهر ويبقى له برنامج خاص. يعني يبقى هو دلوقتي ابراهيم سعيد هو الاعلامي والمذيع، طبعا ربنا معاه ويبارك له، مش قصدي. لكن امتى بقى ده حصل؟ لما ابتدى ان هو يتكلم على نادي الزمالك. يتكلم على ايه؟ يعني يتريق، لك اصل مش عارف ايه، ده صفر بطولات، بتقارنوا بمين، اصل شيكابالا لازم يعتزل، عزيزو لعيب محلي. كلام بتاع الاطفال ده اللي هو بيقوله ابراهيم سعيد، اللي بيجذب بيه الناس بتوع السوشيال ميديا، صفحه مش عارف ايه دوت كوم وايه اليوم، وانتوا عارفين الحاجات دي، بيحبوا هم الشو ده اللي هو انا هاخده كده انزله عندي وبوم طخ والناس تشير. هو عايز الموضوع ده. لو عمل ده مع الاهلي مش هيشتغل، القناه يقول له انت هتجيب لي مشاكل، مش هيشتغل، وهيروح له لجان من صفحات الاهلي وهتبوظ له الدنيا وخلاص. وده اللي كان على فكره بيعمله زمان كابتن ابراهيم سعيد، وكان دايما بيشتم الاداره وبيشتم الجمهور وبيتكلم على الجمهور اكتر من مره، الناس كلها عارفه. ابراهيم سعيد ليه تسجيل او ليه يعني مداخله عملها قبل كده زمان وموجوده على اليوتيوب ممكن تشوفها. قال لك انا اتشرف ان انا لعبت للزمالك والاسماعيلي بس، ومش متشرف ان هو لعب للاهلي. واتكلم على ان النادي الاهلي والجمهور والكلام ده بيقلبوا على اي حد بيسيب النادي. هو قال كده حرفيا، والفيديو موجود وممكن تسرش عليه وتجيبه. مش هقول لك حاجه من عندي، حاجه قديمه مش ملعوب فيها ولا حاجه، لا فوتوشوب ولا حاجه ولا ايديت ولا حاجه حصري، وحاجه قصدي يعني مش معموله مونتاج، حاجه موجوده على اليوتيوب. لكن ابراهيم سعيد لعبها صح طبعا. اقول لك هتكلم على الاهلي مش هطلع في الاعلام والكلام ده كله، هطلعوا عليا اشاعات اصل مش عارف ايه. قال لك لا، اخدها من قصيرها وانكش نادي الزمالك زي ما قلت لك. يتكلم على الزمالك وحش، يتكلم على لعيبه الزمالك وحش، ده اللي جاب معاه. وبقى له كل مره يطلع في برنامج، مره مش عارف هنا وهنا وهنا، لحد ما بقى له برنامج هو الاعلامي مش الضيف. يعني هو بيستضيف ناس، بيقعد طبعا هو يقول الفقره الاولانيه ويستضيف ناس. طب ايه اللي وصل ابراهيم سعيد لكده؟ هل عشان هو اتريق على نادي الزمالك وشتم نادي الزمالك والكلام ده كله؟ طب لو كان عمل كده مع النادي الاهلي ما كانش هيشمها. انا بقول لك ما كانش هيشتغل في الاعلام، وكان هيقعد في البيت، ما كانش حد هيجيبه غير مره في السنه كده، يجي كابتن منتخب مصر ويعمل كده ويعمل كده وخلاص الكلام ده. لكن هو لما ابتدى يتكلم عن نادي الزمالك ابتدى ان هو يرجع تاني الاعلام. وده للاسف حال الاعلام الرياضي في مصر. اطلع اتريق على نادي الزمالك وكلام عن الزمالك ومحدش هيقول لك حاجه. اشتغل لان كده كان اللجان بتاعتنا ومحدش هيتكلم معاك. لكن تجرؤ تتكلم عن نادي الاهلي او لعيب من النادي الاهلي، لا. مشكله ابراهيم سعيد يطلع يقول لك انت ما تنتقدش امام عاشور، وانت مش عارف ما تقولش مش عارف ايه. وهو ابراهيم سعيد حرفيا بينتقد الدنيا كلها، او كان بينتقد اي حد وبيتكلم على اي حد وبيشتم اي حد، بيشتم الاهلي، يشتم جمهور الاهلي، اداره الاهلي، يشتم اي حد. لكن هو سبحان الله دلوقتي ابراهيم سعيد بقى هو المثل الاعلى. هو شايف نفسه دلوقتي ان هو لا، لازم الناس بقى تشوف انا بعمل ايه واعمله. لكن للاسف ابراهيم سعيد امر هو لاعب كبير ولاعب مهم جدا، او كان لاعب كبير ولاعب مهم، وكان ممكن بتاريخه ده ان هو يشتغل على فكره عادي. لكن هو ما لقاش شغل للاسف بتاريخه، وزي ما قلت لك ده حال الاعلام الرياضي في مصر، فاضطر ان هو يلجا الى ارخص الطرق عشان يشتغل. فهل سؤال الحلقه، هل ابراهيم سعيد هيعتذر عن الخبر اللي قاله ان هو فتوح هيروح النادي الاهلي؟ هل هيعتذر ولا لا؟ شرف المهنه الاعلاميه انت لما تقول خبر غلط لازم تعتذر، لان انت قلت خبر صادم مش خبر عادي، مش لعيب يوزلس راح، لا، انت قلت خبر صادم وخبر مفاجئ ان فتوح راح خلاص ومضى. انت قلت خبر غلط، خبر صادم، وبالتالي لازم تعتذر عن الخبر. لو اعتذرت عليه تبقى انت بتحترم نفسك قبل اي حد، لو ما اعتذرتش عليه مش هتفاجئ. السلام عليكم.